جايبه لكم النهارده كذا طريقه ازاي تقدروا تخبوا الفلوس. هنا جايب الانبوبه بتاعه الصبغه او ممكن معجون السنان وحط الفلوس جوه الورق الشفاف، وبعد كده حطها جوه المعجون علشان محدش يشوفها خالص. دي بقى عملت ايه؟ الست دي جابت رف من رفوف المكتبه مثلا او اي حاجه، وحطت اللزق اللي هو دبل فيس، وراحت لازقه الفلوس بالشكل ده علشان محدش يقدر يلاقيها خالص. ده بقى عمل ايه؟ حلوة الحركة دي. ده راح جايب الدهب وحطها في الغطا بتاع الإزازة بتاعة الداوني مثلا أو الشاور جل أو أي شامبو، ولف الفلوس بفتلة كده بالشكل ده أو دبارة، وراح رابطها ومدخلها جوه الإزازة. حلو قوي، بس طبعا لازم الإزازة تكون فاضية، ولا من شاف ولا من دري. دي بقى عملت حاجة غريبة جدا، حطت الذهب والفلوس جوه كيس وراحت حطها جوه الفرخة وهي نية، وحطت الفرخة جوه الفريزر. ده بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا لا، ما تحطوهاش جوه الدرج، ده انتوا هتعملوا حاجة عبقرية اكتر. هترفعوا الدرج كده وتروحوا حاطين الفلوس ومحدش هيشوف حاجة، الدرج فاضي. حلوة الفكرة دي قوي. ده بقى عمل ايه؟ ده كأن اسمنت وراح رفعه لقينا الفلوس مستخبية. ده بقى الباب فتح، بس مين هيقدر يعمل كده؟ وراح جايب الشنيور وحطه في الحيطة، وراح حاطط تاني المسمار. فكرة حلوة برضو. دي بقى عملت ايه ده؟ جابت في الفلاية وحطت جواها الكوين والفلوس، راحت ايه ده؟ عملتها كده تاني وحطت عليها الالوان وحطتها جوه الخيارة. طب ليه كل ده؟ وراحت برضو عملت الخيارة ولون برضو اخضر. ليه اللفة دي كلها؟ لا، وكمان حطوا الخيارة في حتة خشبة. ده الدولاب ده ولا ايه؟ الدولاب بيتهيألي. وراحوا وراحوا دهنوا الدولاب تاني. طب ليه الموال ده؟ ما كانت الاول موجوده في الجزر وزي الفل. لا، وكمان يعني عملوا رسموا الخشب يعني كأنه طبيعي جدا. اما دي في منتهى البساطه راحت مخبيه الفلوس في الكعب بتاعها.